وحول ترشح سيادتكم لفترة رئاسية ثانية. ومن المشاركين في الأسئلة السيد زكريا محمود من محافظة السويس، السيد أحمد محمود من محافظة الفيوم. هنركز على سؤال السيدة نهال سراج الدين من محافظة البحيرة. هل حضرتك قررت الترشح لفترة رئاسية جديدة أم لا؟ أنا مش هجاوب السؤال كده بصراحة. أنا هقول للمصريين اوعوا في أي انتخابات هتختاروا بيها رئيس ليكم ما تنزلوش، بس اوعوا. شوفوا، ده يوم بيتحدد بيه مصير مصر، فأنت ما تستكترش على مصر اليوم ده حتى لو هتقف 10 ساعات. ده لو أنا ليا إن أنا أتكلم معاكم في النقطة دي. بقول لكم تاني، أولا لازم العالم كله يشوفنا إن إحنا المصريين إرادتنا بإيدينا. ليه؟ خلي بالكم، الناس بتشوف وبتحسب كويس، وزي ما هم قالوا كده ازاي المصريين متحملين الإجراءات ديت، يعني معناه في رصد، معناه في متابعة، معناه في تحليل. طيب النهارده بقى اي مكان الانتخابات اللي جايه واي مكان مين اللي هينزل فيها، انا لو كان ليا ان انا اقول لاهلي وناسي انزلوا وما تستكتروش على مصر يوم، حتى لو كان اليوم ده متعب جدا ليكم، انزلوا عشان تقولوا احنا اللي جبنا ده. مين اللي جابوه؟ ده بتاعكم انتوا، وده قراركم اللي انتوا تتحملوا. بعد ما تجيبوه ما تقولش ايه ده احنا اصلي ما رحناش كلنا، رحنا الساحل مش عارف ايه. مش كده. فما نزلناش، فرحنا الساحل، فجه فلان فبعد ما جه فلان قلتوا بقى ايه، لا احنا مش لا انزلوا وهاتوا اللي انتوا عايزينه. بالمناسبة اوعوا تنسوا اللي انا هقوله لكم ده. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. اللي كاتبه ربنا هيكون. ولو احنا مؤمنين، انا عن نفسي لو مؤمن بالله صحيح وبمارس ايماني، ارضى ايه بكل تواضع. شكرا، سلام عليكم. بس خلونا في السؤال. احنا بنتكلم على دولة